مرحب بكم مره تاني في فيديو جديد. ونصيحه النهارده هتكون ازاي اقدر احل من اكتر من مصدر وانا اصلا ما عنديش وقت. زي ما انت عارف ان انت كطالب ثانويه عامه انت محتاج تحل اسئله كتير، لان انت كل ما بتحل اسئله اكتر بتجمع افكار اكتر، وده بيأهلك انك تحصل على الدرجه النهائيه في الامتحان. ولكن للاسف انت بتلاقي ان ما عندكش وقت اصلا، لانك يا دوبك بالعافيه بتحل الكتاب اللي عليك، فازاي هتقدر اصلا تحل كتاب تاني؟ بص، انا هكلمك عن شخصيا انا كنت بعمله. كنت مثلا بحل من كتاب واحد، وعلى فرض كتاب الامتحان مثلا في الكيمياء انا كنت بمسك حصه بحصه، خلاص خلصت الحصه بحل المحتوى اللي عليها. ولكن قبل كل امتحان شامل خلاص المستر بتاعي هيعمل لي امتحان شامل، فكنت بجيب مصدر اضافي علشان احل منه. على فرض زي ما اتكلمت من شويه في الكيمياء، كان مثلا ممكن اجيب كتاب افوكادرو او مثلا كتاب الوافي، وكنت بحل منهم الباب كامل. هياخد منك مثلا حل الباب كامل 3 ساعات او 4 ساعات متواصلين، بس هتبقى اسرع من الاول لانك اصلا هبقيت فاهم الدرس. بس اتمنى لكم التوفيق، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنساش تابع.